الآن الكلمة لدولة السيد عبد المالك سلال، وزير الأول رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب السمو الشيخ حامد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة، أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل. يسعدني في البداية أن أنقل إلى مجمعكم الكريم خالص تحية أخيكم من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتمنيته لكم بالتوفيق والسداد في إشغال هذه القمة الميمونة. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الأمير الشيخ حامد بن خليفة آل الثاني، ولحكومة دولة قطر الشقيقة وشعبها الأبي، أصالة عن نفسي ونيابة عن الوفد المرافق لي، على كريم الضيافة التي حظينا بها منذ حلولنا بهذا البلد الطيب. كما أعرب عن تقديرنا العالي لاحتضان دوحة العرب هذه القمة وتوفير سبل إنجاحها، وكلنا أمل في خروجها بقرارات هامة تلبي تطلعات شعوبنا العربي. ولا يفوتني أن أتقدم بوافر التحية والتقدير إلى فخامة الرئيس جلال طلباني ولحكومة والشعب العراق على ترأسه للقمة السابقة، والإنجازات التي تم تحقيقها في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها منطقتنا العربية. والشكر موصول إلى معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية على ما بذله من جهود معتبرة في سبيل تحضير قمتنا هذه، وعامله الدؤوب لتطوير عملنا العربي المشترك. السيد الرئيس، نجتمع اليوم في ظروف استثنائية مليئة بالرهانات والتحديات التي يتحتم علينا التعامل معها والتجاوب مع مقتضياتها. ولعل الخطوات التي رسمنا معالمها سويا في شتى المجالات، سيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة العمل العربي المشترك والجهود المقدر الذي بلدته اللجنة المستقلة، وما ستصفر عن اللجنة العربية المرتقبة سيمكننا من تحقيق الطفرة التي نناشدها جميعا، ولمواجهة التحديات والتعامل مع الرهانات المستجدة. كما تعتبر فكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والتي جاءت مبادرة كريمة من جلالة ملك البحرين الشقيق، نقلة نوعية وضرورية في مجال تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان العربي، وتستجيب لتطلعات وانشغالات شعوبنا العربية، والتي نرى ضرورة الانخراط فيها لمواكبة التطورات الحاصلة من حولنا. أيها السيد الرئيس، نجتمع اليوم في ظل الانسداد الذي تعرفه العملية السلمية وتواصل الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني، واستمرار إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية وتحدياتها للمجتمع الدولي الذي يقف عاجزا أمام الغطرسة الإسرائيلية. وأمام هذا الوضع يتواجب علينا استعمال كل ما يجب القانون الدولي للمطالبة بحقوق الفلسطينيين، سيما في ظل التأييد المعلن والزخم الإيجابي المسجل بعد حصول فلسطين على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانصياع
للشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. والمؤكد أن ذلك لا يتحقق إلا بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ورص الصفوف وتحقيق المصالحة المنشودة. ولا يسعنا في هذا المقام إلى أن أنوه بالجهود المصرية والقطرية المقدرة. أيها السيد الرئيس، إن الجزائر الوفية لتاريخها ولمبادئها لديها القناعة الراسخة في حق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره بعيدا عن أي تدخل في شؤونه الداخلية، إدراكا منها بأن التدخل الخارجي غير مأمون العواقب ومن شأنه أن ينجر عنه تعقيد أكبر للأزمة ويطيل أماد الصراع الدائم ويستنزف قدراته وطاقته، فضلا عن التداعيات الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها. إن بلاد الجزائر لا يمكنها أن تقف على طرف نقيض بين الإخوة الفرقاء، بل تحترم إرادة الشعب السوري وتؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أرضه وصون سيادته، وبما يكفل تحقيق طموحاته المشروعة في الحرية والديمقراطية. وإننا إذ نثمن عاليا الجهود المبذولة من قبل الجامعة العربية والمبعوث المشترك السيد الأخضر إبراهيمي من أجل إيجاد حل سياسي عبر الحوار للأزمة السورية، نؤكد في ذات الوقت تمسكنا بمواصلة هذه الجهود في إطار المقومات الأساسية للعمل العربي المشترك والمتمثل خاصة في احترام سيادة الدول الأعضاء باعتبارها حقا من حقوقها الثابتة، وذلك طبقا للميثاق جامعتنا العربية الذي يبقى المرجوع الأساسي لعملنا المشترك، وهو ما ظلت الجزائر تؤكد عليه في مختلف المناسبات، لا سيما بالنسبة لتطورات الأوضاع في سوريا. وفيما يخص الشأن السوداني فإننا نشيد بتوقيع الاتفاق بين جمهورية السودان وجنوب السودان حول مصفية الترتيبات الأمنية، كما نؤكد دعمنا لجهود اللجنة الإفريقية رافعة المستوى برئاسة السيد طابون بيكي، وكل من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين الجارين. ولا صعيد تطورات الأوضاع في اليمن فإننا نؤكد دعم الجزائر الكلي لجهود الحكومة اليمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار الذي سيتعزز من خلال الحوار الوطني الشامل الجاري، وكلنا أمل أن يفضي إلى نجاح العملية السياسية الانتقالية وتحقيق الاستقرار السياسي في هذا البلد الشقيق، وهو نجاح نعتقد أنه قد يكون نموذج يتبعه في حل نزاعات مماثلة. وفي الأخير أجدد شكري الجزيل لسمو الشيخ حامد بن خليفة آل ثاني على المجهودات المعتبرة التي قامت بها دولة قطر الشقيقة لاستضافة قمتنا هذه، متمنيا أن تكلل أشغالنا بالتوفيق. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير، وشكرا على حسن إصغائكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم.